كذاب كذب الإبل. مثل اتقال زمان ومحدش يعرف قصته ايه بالظبط. يا ترى الإبل عملت ايه عشان نشبه بيها الكذابين؟ قال لك يا سيدي زمان قوي قبل التقدم العلمي والتكنولوجي، ايام ما كانت الناس بتسافر بالجمال، كانوا قبائل البدو وهم راكبين ومسافرين كانوا بيلاحظوا حاجه غريبه جدا. كانوا بيلاحظوا ان الجمال بتحرك بقها وبتمضغ حاجه، فبيفتكروا انهم بياكلوا زرع ولا حاجه، ومعنى ان في زرع يبقى المكان ده فيه ميه، وعلى طول يوقفوا القافله ويشوفوا الزرع فين، وبعد كده ما يلاقوش حاجه. طب فين الزرع؟ مفيش زرع. انت بتاكل ايه يا ابني؟ برضه مفيش اي حاجه. فكان الموضوع عامل لهم قلق، وكل شويه يضحك عليهم ويطلع الجمل كذاب ومفيش زرع ولا اي حاجه، وعشان كده طلعت سمعة على الإبل إنهم كدابين. يجي بقى للتفسير العلمي، هو الجمل كان بياكل إيه بالظبط؟ بص يا سيدي، الجمل ربنا خلق له معدة متقسمة ل3 غرف، يبلع الأكل سليم ويخزنه في معدته لما يجوع، وأول ما يلاقيش أكل متاح يطلع المخزون اللي في معدته ويمضغه ويبلعه ويشبع. يعني من الآخر بيتحمل مسؤولية نفسه وبيعرف يتصرف. الدور والباقي عليك أنت اللي ما بتستحملش الأكل 5 دقايق. وبس كده. لو أول مرة تعرف المعلومة دي ما تنساش اللايك والكومنت. سلام.